الحقيقية. السؤال إذا كان العرب إرهابيين لماذا لم يكن هذا رأي الإدارات السابقة؟ أريد أن أسمع تعليقا سريعا على الصورة التي يقدمها المسلمون اليوم في العالم الغربي وفي أمريكا من الأستاذة هدى السراري. هل هذه هي الصورة الحقيقية؟ لا أعتقد أن المسلمين يحبوا يقدموا صورة سيئة أو صورة سلبية عن أنفسهم. بالتحديد المسلمين اللي عايشين مثلا في أمريكا. يعني أرجع أقول لك أنه وسائل الإعلام، ولكن البعض منهم يقدمون هذه الصورة، يقدمون هذه الصورة، وأعتقد وسائل الإعلام اشتغلت على هذا النوع من الترويج، يعني بتقديم حالات من يعني فتاوي مثل ما قلت في العديد من الفضائيات، بتقديم حالات من العنف، بقطع رؤوس العديد من الناس بما يحدث في العراق يعني. وهذا ينطبق على أفراد. سيدتي، من قام باعتداءات لندن ومدريد ونيويورك؟ هل هي وسائل الإعلام؟ هذا لا يسمح لك بأنك تعمم صفة الإرهاب على جميع المسلمين. ليش ما نقول لا أحد يعمم، أنا أقول لك ما يقال ويكرر. هذا الكلام ينطبق على مجموعة أو أفراد متطرفين، لا يعني أن كل المسلمين هم إرهابيين. طبعا. بالعكس، عدد كبير تعاطفوا مع العمليات في لندن، عدد كبير تعاطف مع العمليات اللي صارت حتى في أمريكا نفسها، يعني بالرغم من العلاقة المشوبة خلينا نقول مش حقد، عتب، نوع من العتب على أمريكا والغضب تجاه ممارساتها الخارجية يعني. نعم. فأكيد مش المسلم هو اللي يعمل على تشويه صورته. شكرا لك. على الأقل مش المسلم الطبيعي. نعم. بعد هذا الفاصل القصير نعود لنستمع لتعليقات الأسقف أو أسقف واشنطن المحترم.